بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أتمنىكم بصحة وعافية إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا كذلك في أحسن أحوالكم ومع ذويكم إن شاء الله. اليوم راح نتحدث عن ردة الفعل المغربي عن استقبال التاريخي الذي قام به فريق نهضة بركان، الذي قام به فريق نهضة بركان في إطار استقبال فريق اتحاد العاصمة الجزائري، الفريق الجزائري الذي حل اليوم بمطار وجدة أنقاد، وكان في استقباله بعض المسؤولين وإداريين عن الكرة المغربية، وكما قلنا سالفا مسؤولي إدارة نادي بركان. هذا الأخير استقبلوا إخوانهم الجزائريين خير استقبال بالورد وكذلك بالحليب والحلويات، وهذا ما يؤكد أن هذه العادات هي عادات مغربية أصيلة ورثناها عن أجدادنا منذ القدم. فالشعب المغربي ما زال يؤكد أنه أهل الكرم والجود، حتى وإن كانت الأمور ملخبطة والأمور السياسية يعني ملخبطة على الآخر، ولكن تبقى الكرم ويبقى الجود عند المغاربة يكمن في تقاليدهم وفي صفاتهم جميعا من صغيرهم إلى كبيرهم. حتى أن رئيس الفريق الجزائري اتحاد العاصمة أكد أن الاستقبال كان حارا، وأنه استقبال تاريخي لبعثتهم هنا بوجدة بالمغرب، وكذلك حتى الفندق التي سينزلون به فهو فندق رائع جدا. والفريق سيكون كما جاء على ذكر رئيس قلنا فريق اتحاد العاصمة أنهم سيقومون باسترجاع اللياقة البدنية وكذلك بدء التمرينات ابتداء من الغد إن شاء الله، ترقبا لمواجهة يوم غد الأحد على الساعة 8 في مدينة بركان في الملعب البلدي لمدينة بركان. نتمنى أن تكون الأجواء يعني أجواء رياضية وألا تخرج عن إطارها الرياضي، ونستمتع بمباراة كبيرة عكس ما كنا رأيناه في الجزائر، والتي لم يلعب فيها الفريقين وحسمت النتيجة ب3-0 لنهضة بركان على الورق، وربما سيتم إنزال عقوبات على الفريق الجزائري. ننتظر جميعا ما سيحصل في الأسابيع القادمة، ونحن في انتظار ما سيحصل كذلك، ونترقب الإجراءات التي ستقوم بها الكاف وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم. شكرا لكم وتحياتي إليكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.